كان يا مكان في حارة قديمة من حارات القاهرة، في بيت قديم مهجور من زمن طويل. الناس كانت بتقول إنه مسكون وإنه في حاجة غريبة بتحصل فيه، بس ما حدش كان بيقرب منه. واحد من الشباب اسمه حسن كان دايما يحب المغامرة، وكان دايما عايز يعرف الحقيقة اللي ورا الحكاية دي، فقرر يدخل البيت ده لوحده ليلة عشان يشوف بنفسه. في ليلة من الليالي حسن جه البيت وهو حاسس بالإثارة والخوف مع بعض، ومع أول خطوة دخله حس إنه المكان مليان بذكريات قديمة. الجو كله هادئ ومريب، والأضواء كانت ضعيفة جدا. بدأ يتجول في أرجاء البيت ولقى مرآة كبيرة على الحيطة. كانت مرآة غريبة متهالكة، والقطر بتاعتها مكسورة في أماكن، لكن كان فيها حاجة غريبة، كانت بتعكس أوجه مش لحد من اللي كان موجود. كانت بتعكس وجوه غريبة، ملامح مش مألوفة، وعيون بتلمع في الظلام. حسن وقف قدام المرآة ومسكها بإيده، وفجأة بدأ يظهر في المرآة وجوه غريبة، وجوه مش من البشر، وجوه مش عارف يميزها. كانت بتتغير وتتبدل بسرعة، وكأنها بتتراقص وبتتنقل. وفجأة واحدة من الوجوه دي طلعت منه وابتسمت بشكل مخيف، وعيونها كانت مليانة شر، وبتنادي بصرخة عالية: ارجع قبل فوات الأوان. حسن حاول يبعد، لكنه لاقي نفسه مش قادر يتحرك، والوجوه دي كانت بتزيد، وكل وجه كان أكثر رعبا من اللي قبل كده، وصوتهم كانوا بيخترقوا أذانه، وكأنه بتتحدث له من عالم تاني. وبدأت تتكون في دماغه أفكار مرعبة عن ناس ضاعت وناس ماتت هنا، وعن أرواح شريرة محبوسة في المرآة. فجأة المرآة اتكسرت، وظهرت على الحيط علامات غريبة، كانت عبارة عن خطوط متشابكة وأصوات همسات غامضة بدأت تملى المكان، والهواء اتعبق برائحة عفنة. وهو بدأ يحس إنه بيختنق وبيحاول يهرب، لكن الباب كان مقفول من بره، وكل محاولة منه كانت بلا فائدة. وفي اللحظة دي حس إن الوجوه دي بدأت تتجمع حواليه، بتهمس وتضحك، وإنه لازم يسيب البيت بسرعة قبل ما يفقد عقله، أو أسوأ من كده. وفي لحظة يأس لقى نفسه بيركع وبيقول: يا رب خلصني من اللي أنا فيه. وفجأة الدنيا اتنورت، ومرآة جديدة ظهرت على الحيطة، كانت نظيفة ولمعة وما فيهاش أي وجوه غريبة. حسن استغل اللحظة دي وركض بسرعة من البيت وهو بيصرخ، وخرج من مكانه وهو مرتعد، ولم يمشي مرة تانية يقترب من البيت ده، لأنه عرف إن اللي بيحصل جواها مش طبيعي، وإن الوجوه اللي كانوا بيظهروا فيها مش هتسيبه إلا لما يختفي هو من الدنيا. ومن ساعتها حكاية المرآة اللي بتظهر فيها وجوه غريبة بقت من أسرار الحارة، ومحدش جرأ يقرب منها تاني. وكل اللي سمع عن قصة حسن قالوا إن البيت ده مسكون بالأرواح، وإن أي حد يلاقي مرآته لازم يتجنبها عشان ما يشوفش الوجوه الغريبة اللي فيها، اللي ممكن تخليه يختفي ويبقى جزء من عالمها المظلم للأبد.